لو صادف انك في يوم من الايام تهت في الصحراء وسمعت كده صوت شخص بيعرض عليك المساعدة، اعمل اي حاجة في الوقت ده الا انك تقبل المساعدة من الشخص ده او انك تمشي وراه. تجاهل تماما المساعدة دي. بنت بتحكي قصتها وبتقول ان في يوم من الايام كانت هي واصدقائها مسافرين دهب. تمام، دهب ديت مدينة في مصر. تمام، دهب معروف عنها ان هي فيها صحراء كتير قوي، هي اصلا بلد معتمدة على الصحراء، تربعها صحراء، والناس بتحب تروح هناك عشان تغامر وتعيش اجواء الصحراء وجو البدو والكلام ده كله. فبالفعل هي واصحابها كانوا مسافرين مصيف في بدر. هي كانوا بنتين، عبارة عن بنتين وثلاث ولاد. وبالفعل سافروا والدنيا كانت لذيذة وكل حاجة، بس هي نونوت في دماغها، ضربت في دماغها ان هي عايزة تغامر في الصحراء، تلف كده ايه في الصحراء شويه بعربيتها، معاها عربيه مش معاها شويه بنزين، محتاره في البنزين ده، فقالت لك ايه عايزه الف شويه. وراحت قالت لصاحبتها، قالت لها ايه رايك نتجول في الصحراء شويه. الكلام ده كان الساعه 2 بالليل، اللي هو 2 الصبح، يعني شوفوا كميه الفجر، يعني 2 بالليل في الصحراء يا مؤمنين. المهم، البنت بتكمل قصتها وبتقول ان هي عرضت على صاحبتها في الاول كانت متردده شويه، وبعد كده قالت لها ماشي وليه لا يعني. فبس صاحبتها قالت لها ايه، بصي اسبقيني انتي بعربيتك وانا اديني 5 دقايق كده واخد عربيتي وامشي وراك، انا بس ايه ورايا مشغوله كده في حاجه واخلصها واجي وراك. فالبنت قالت لها قشطه زي الفل، وبالفعل راحت اخدت عربيتها وانطلقت هي ايه في الصحراء. هي كان في دماغها ان هي مش هتبعد، يعني هتبقى حوالين الفندق، هما في فندق على الصحراء، فانا ايه هتجول كده ايه حوالين الفندق، ايه مش هبعد يعني. المهم ان هي بالفعل لقيت انه في اقل من 5 دقايق اصلا لقيت عربيه صاحبتها ماشيه وراها. فقالت بس يعني صاحبتي ايه يعني صدقت في كلامها وهي جايه اهو ماشيه وراها. ففضلوا هما الاتنين بيتجولوا كده في الصحراء شويه، وبعد كده صاحبتها ديت جت بالعربيه ايه ومشيت قدامها. فقالت تمام مش مهم. فالبنت اللي بتحكي القصه بتقول ان هي فضلت مكمله مشي ورا صاحبتها، بس هي لاحظت ان صاحبتها عماله تبعد تتعمق في الصحراء، تدخل جوه، اللي هو يخرب بيتك لا مش للدرجه دي، احنا قلبنا جامد بس مش للدرجه دي، احنا كنا هنلف بس حوالين الفندق. فهي حتى هي اساسا ما بقتش عارفه هي مكانها فين. الصحراء طبعا ضلمه، الساعه 2 بالليل 2 الصبح، الدنيا ضلمه تماما، وهي مش شايفه غير نور عربيه صاحبتها اللي هي ماشيه ايه ورا ده. المهم هي راحت بعتت لصاحبتها على الواتساب بتقول لها ايه يا وليه انت رايحه فين بالظبط، احنا بعدنا حوالي 7 كيلو عن الفندق، مش للدرجه دي يعني، اهدي احنا ممكن نقابل اي حاجه، احنا يعني لازم نرجع. فلقيت ايه بقى، اكتشفت انه مفيش شبكه خالص، منعدمه، اللي هو رسائل ما بتوصلش ومش هتوصل، الشبكه منعدمه. فقالت لك مفيش دلوقتي حل غير ان هي تفضل ماشيه ورا صاحبتها، على الاقل اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. فهي فضلت ماشيه ورايا عماله تزمر لها، اللي هو ما تقفي بقى يخرب بيتك، تزمر لها مفيش، البت ماشيه ايه فوريه والتانيه ماشيه وراها. فلحد ما يعني صاحبتها كانت بتسوق بسرعه مهوله، فالبنت ما بقتش قادره تتعامل الرمله مع الصحراء. المهم راحت ايه فقدت النور بتاع بيت صاحبتها، تاهت من الاخر، صاحبتها تاهت منها، وهي فجأة لقيت نفسها في نص الصحراء. هي ما تعرفش هي فين، مكانها فين. طبعا الجي بي اس او الموقع اصلا ما فيش شبكة، فهي مش عارفة حتى تفتح جي بي اس عشان ترجع للفندق بتاعها تاني، ما فيش شبكة على الموبايل، مش عارفة تتصل بحد، مش عارفة تستنجد بحد، اللي هو احيه كبيرة قوي. فالبنت هي فضلت طبعا في عربيتها، خلاص يعني رعب خوف، جسمها كله بيترعش، اعمل ايه مش عارفه اعمل ايه. حتى صاحبتها ما بقتش، خلاص صاحبتها اختفت من قدامها. المهم فجاه كده من عدم، نور العربيه بتاع صاحبتها ظهر تاني قدامها من بعيد. فقالت لك بس بنت الكلب هناك اهو، راحت دورت العربيه وجريت على صاحبتها دول، هي عايزه اي حد ينقذها، يعني اللي هو ايه ابقى معايا حد احسن ما ابقى لوحدي، حتى لو احنا الاتنين تايهين مش مهم، المهم يبقى معايا حد. المهم انطلقت على صاحبتها على طول. فوسطت لقيت ايه بقى صاحبتها راكنه واقفه بالعربيه. فقالت حلو منزل بقى اشوف اتخانق معاها اعمل معاها اي حاجه. بس هي بمجرد ما وصلت للعربيه بتبص في العربيه كده لقيت العربيه فاضيه وصاحبتها مش موجوده جوه. فابتدت تتوخوش بقى، الشيطان ابتدى يلعب جوه في قلبها كده. قالت لكم امال البت دي راحت فين، راحت قفلت لوك العربيه بتاعها وفضلت قاعده جوه العربيه، خافت تنزل من العربيه، قالت لك انا مش نازله غير لما اشوف صاحبتي بعيد. ففجأة كده ايه صاحبتها ظهرت من جنب العربية، وكانت جاية كده ايه يعني كانت
فاهمين، مختفيه كده من الجنب كده وظهرت من جنب العربيه. فالبنت اطمنت، الحمد لله صاحبتي اهي ظهرت. راحت شالت اللوك بتاع العربيه ولسه جايه تنزل، بس من حسن حظها، افتكروا الكلمه دي كويس، او من حسن حظها فجاه موبايلها لقط شبكه. فالرسائل اللي هي كانت بعتها لصاحبتها وصلت لها. فراحت صاحبتها بعت لها مسج في نفس الوقت على الواتساب بتقول لها ايه الكلام اللي انتي بتقوليه ده، انا اصلا لسه في الفندق، انا ما اتحركتش من مكاني. فالبنت قرت الرساله دي من هنا، اللي هو لسه في الفندق، امال طول الوقت ده كنت ماشيه ورا مين بالظبط؟ امال مين اللي قدامي دي، قدام ازاز عربيه مين دي، ومين اللي واقفه قدامي دلوقتي دي؟ المهم طبعا البنت جسمها كله اترعش، اللي هو انا اصلا انا بحكي القصه حاسه ان جسمي اترعش يعني. المهم البنت اتخضت خافت، فراحت قفلت لوك العربيه تاني بسرعه، وفضلت باصه للكائن اللي قدامها اللي هو شبه صاحبتها بالمية. هي شايفه صاحبتها قدامها، بس رسالة على الواتساب بتقول ان دي مش صاحبتها لسه في الفندق. فهي مش عارفه تعمل ايه، مش عارفه تعمل ايه دلوقتي. في نفس اللحظه دي سمعت صوت جاي في ودانها، زي يكون صوت بيكلمها بس من جوه في دماغها، بيقول لها ايه، انت شكلك تايهه، انت محتاجه المساعده صح؟ انزلي من العربيه وانا هرجعك تاني مكانك، تعالي ورايا وانا هرجعك تاني للنور. فالبنت هنا بقى فهمت ان فاهمين في حاجه، اللي هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجاه صاحبتها ديت اللي هي او الكائن اللي كان شبه صاحبتها اللي واقف قدامها، ملامحه ابتدت تتغير وابتدى هيئته الحقيقيه تظهر. شافت قدامها كائن هي معرفتش توصفه بالظبط، وهي بتحكي القصه بتقول ان هو كانه بني ادم بس جسمه منحني، شعره طويل جدا مداري ملامحه، مش عارفه تشوف ملامحه بالظبط، بس على ما يبدو بان عينه كانت بتنور في الضلمه، عينيه زي ما يكون النور بيشع من عينه، اضاءه شديده قوي طالعه من عينه. وفجاه هجم على التابلو بتاع العربيه بتاعتها، اللي هو الفيديو اللي انا حاطته لكم في الاول، الفيديو ده هجم على العربيه بتاعتها وقعد يكسر العربيه بتاعتها، وعمال يجبرها بان هي لازم تنزل من عربيتها حالا. طبعا البنت كانت عماله تصرخ، كانت مسكت موبايلها، استغلت ان كان في شبكه، وراحت بعتت اللوكيشن بتاعها اللي هو اللايف لوكيشن لصاحبتها، وعملت فويس نوت وهي عماله تصرخ تقول لها تعالي الحقيني بسرعه، هاتي معاكي اي حد وتعالي الحقيني على اللوكيشن ده بسرعه. وصورت الفيديو اللي كان موجود في اول الفيديو اول القصه يعني. فصاحبتها بعتت لها قالت لها انا جايه لك حالا، كل ده على الواتساب، والكائن ده عمال يخبط على العربيه بتاعتها. بنت عماله تصرخ وخايفه طبعا العربيه تتكسر عليها وهو يدخل لها، وفضلت ماسكه نفسها ماسكه دماغها، حاطه ايديها كده على دماغها، وخلاص بقى الموضوع كان مخيف ومرعب جدا يعني. فضلت كده حوالي نص ساعه، تخيل الرعب والخوف، نص ساعه، لدرجه ان هي بتقول ان هي تقريبا اغمى عليها وصحت تاني. يعني هي عارفين انتوا اللي هو هي حاسه ان هي نامت وفاقت، بس هي مش نامت، مفيش حد هينام في موقف زي ده. تقريبا اغمى عليها وفاقت، ولقيت مازال الكائن ده قدامها ومازال بيكسر العربية. بس هي مع الوقت ابتدت تحس ان هو مش قادر يدخل لها، لازم هي اللي تطلع له، يعني هو ما يقدرش يدخل عليها العربيه، لازم هي اللي تنزل من العربيه. وده لان هو قوته كانت شديده قوي، عمال يكسر العربيه جامد، ولكن العربيه ما حصلهاش حاجه. فابتدت من هنا تهدى شويه. في نفس الوقت ده هي سمعت صوت زمارة اللي هو كلاكسات عربيات كتير جايه وراها، عمال تيب 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 تيب. فمن هنا عرفت ان صاحبتها جت هي ومجموعه من الناس. فلقيت كذا 3 عربيات وصلوا كده، عربيات جيب كبيره وصلوا حواليها، وخرج منهم الناس اللي هم العرب البدو، وقعدوا بمسدساتهم يضربوا في النار. فهي لما شافت المنظر ده جت تبص تاني على الكائن ده، لقيته اختفى مش موجود اصلا. فصاحبتها جت عليها، فالبنت فتحت لوك العربيه ونزلت. طبعا هي كانت بتترعش خلاص، هي شبه ما كانت تبع الاموات اصلا. فنزلت لصاحبتها وهي ميته من الخوف ومن الرعب. فهم الجماعه العرب دول بصوا يقولها انت ايه اللي جابك هنا، احنا الجزء ده من الصحراء ممنوع اصلا ان احنا نيجي فيه، لان الجزء ده مش بتاعنا. المهم
البنت رجعت معاهم على الفندق تاني، وطبعا عاشت تجربة يعني ايه ما اتمنهاش لألد اعدائي يعني. رجعت معاهم على الفندق، ابتدت تهدى كده وتستوعب اللي حصل بالظبط. فبتوع العرب او البدو ابتدوا يتكلموا معاها وبيقولوا لها ان الجزء ده من الصحراء محظور علينا لان هو مش بتاعنا، وانت لما بتتعدي على الاراضي بتاعتهم هم بيأذوكي. فالبنت ما كانتش فاهمه تعدى على اراضي ايه وبتاع ايه الكلام اللي انت بتقوله ده. فالبدو ابتدوا يقولوا لها ان في نوع من انواع الجن بيسكن الصحراء هنا اسمه ابو الفانوس، او هما بيطلقوا عليه اسم ابو الفانوس، وده بسبب ان هو دايما بيظهر للناس على هيئة نور او اضاءة في الصحراء. فلما يبقى اي حد تايه في الصحراء لوحده ويلاقي فيه اضاءة جاياله، طبعا بيمشي او بيروح على الاضاءة دي على طول، لان بيبقى فاكر ان الاضاءة دي بتنقذه او هو ده طوق النجاة ليه يعني. ولكن في الحقيقة ده بيبقى جن هو اللي بيضل طريق الراجل ده وبيضيعه اكتر في الصحراء، لحد ما الشخص سواء راجل او ست يعني بيتوه في الصحراء وبيموت من الجوع ومن العطش، او هو الجن ده ذات نفسه اللي بيقتله. يعني بيبقى يا اما هو يموت من الجوع او الجن اللي بيقتله. فعشان كده البدو اللي بيسكن الصحراء دايما عارف ايه الاماكن اللي ما ينفعش يروحها وايه الاماكن اللي ممكن يبقى متواجد فيها ولكن ما ينفعش يبقى متواجد فيها لوحده، يبقى معاه ناس. لان دايما ابو الفانوس او جن ابو الفانوس ما بيظهرش لمجموعة، بيظهر لشخص لوحده. فالبنت لما سمعت الكلام ده عرفت ان هي كانت خلاص على وشك الموت لولا ستر ربنا يعني عليها يعني. فطبعا القصة كانت غريبة قوي، فهي ابتدت تسأل او تتعمق اكتر في القصة دي، اللي هو هل ده من زمان والصحراء كده يعني طول عمركم عايشين يعني والصحراء كده، ولا في حاجة معينة حصلت هي اللي خلت النوع ده يسكن الصحراء؟ ففي واحد من رجال البدو او اللي هم سكان المنطقة ذات نفسها رد عليها وقال لها في قصة كده كانوا بيحكوها لنا واحنا عيال صغيرين، مش عارفين هل هي قصة حقيقية ولا لا، ولكن هي متعلقة بحكاية ابو الفانوس. بيقولك ايه بقى؟ بيقولك انه من زمان قوي، من اكتر من 100 سنة واكتر يعني من مئات السنين ورا يعني، كان في تاجر كبير قوي، تاجر فوانيس، تمام، اللي هو بيبيع الفوانيس وكده. كان راجل غني جدا. الراجل ده كان اتطلب منه شحنة كبيرة قوي، شحنة فوانيس، كانت شحنة محترمة يعني. فهو حب ان هو يوصل شحنة الفوانيس دي بنفسه. كل مرة كان بيبعت رجالته، بس المرة دي حب يوصلها بنفسه لان هي كانت شحنة كبيرة قوي. وخد رجالته وكانوا بيوصلوا الشحنة ديت عن طريق الصحراء، لان طبعا زمان كان كل تنقلاتهم في الصحراء يعني. ولكن على ما يبدو بان الشخص اللي طلب منه شحنة الفوانيس دي ضحك عليه واداله موقع غلط في الصحراء. فراح على الموقع ده لقى كان مستنيه عبارة عن عصابة ضربوا طبعا الرجالة وسرقوا منهم شحنة الفوانيس، طبعا ما اخدش فلوس يعني. وطبعا ساعتها هو راح على موقع غلط، فبعد ما اتضربوا واتاخد منهم حاجتهم تاهوا في الصحراء. ده غير طبعا العربيات كمان اتاخدت منهم. ففضلوا اللي هو التاجر الفوانيس هو ورجالته تايهين في الصحراء ايام، لحد ما ماتوا من الجوع داخل الصحراء. وبسبب ان هو مات غدر يعني كده، اتغدر بيه، هو كان جاي يوصل شحنة وان الناس اللي بيوصل لهم الشحنة دول غدروا بيه، اخدوا منه الحاجة وكمان رموه في الصحراء لحد ما مات هو ورجالته. ساعتها روح الراجل ده سكنت الصحراء، هي اللي تسكن الصحراء، وبتحاول ان هي تنتقم من اللي حصل لها عن طريق ان هي بتحاول تضل طريق اي شخص موجود في الصحراء. اي حد بيبقى موجود في الصحراء خاصة لو لوحده او في اماكن معينة بيطلع له في هيئة نور، فهو طبعا بينجذب للنور ده، لما بيروح للنور النور بيفضل يبعد لحد ما بيتوه في قلب الصحراء ويموت من الجوع ومن العطش. وعشان كده اطلقوا عليه اسم ابو الفانوس. فبنت صاحبة القصة لما سمعت القصة دي بتقوله يعني هل الكلام ده حقيقي؟ يعني هل فعلا روح ابو الفانوس او روح التاجر ده هو اللي بيعمل كده؟ فساعتها الراجل رد عليها قال لها ما نعرفش ايه بالظبط اللي بيحصل، لان ما فيش شخص ابو الفانوس دوت
أو يعني أخدوا ليه يعني، إلا ولو الشخص ده مات. يعني مفيش حد رجع تاني على قيد الحياة يحكي لنا ايه اللي حصل بالظبط، هل هو روح شريرة او هو نوع من انواع الجن، الله اعلم. السيناريوهين موجودين، السيناريو الاول ان هو روح شرير، السيناريو التاني ان هو نوع من انواع الجن. الاهم من كل ده ان احنا نمشي جنب الحيط وملناش دعوة باللي بيحصل بالظبط. البنت صاحبة القصة بتكمل كلامها بتقول بس اللي انا شفته على ازاز العربية اللي كان بيكسر العربية عليا كان مختلف شوية. يعني اعتقد لو هي روح شريرة مش هتظهرلي بهيئة بني ادم، او بهيئة بني ادم ملامحه غريبة، ملامحه مختلفة، عينيه بتنور، شعر طويل. فهي رجحت اكتر ان هو ممكن يبقى جن. فساعتها البدو رد عليها قال لها ايه ده، هو انت شفتيه؟ احنا مفيش حد فينا شافه قبل كده، او اللي شافه ما يرجعش تاني على قيد الحياة او عايش يحكي لنا تجربته. فالبنت قالت لهم لا انا شفته، ده انا عشت معاه اكتر نص ساعة مرعبة في حياتي لحد ما انتوا جيتوا. دول كمان كان بيكسر على ازاز العربية. فمن هنا بقى القصة ابتدت تاخد محور تاني. ايه الكائن ده؟ ازاي الكائن قدر يعني؟ هل هو جن؟ هو جن يقدر يعمل حاجة زي كده؟ هل هو روح شريرة؟ روح شريرة تقدر تعمل حاجة زي كده؟ ايه الكائن اللي ممكن يظهر ويكسر ازاز العربية؟ خاصة ان العربية بعد كده لما رجعت البنت طبعا كانت مش مدركة ايه اللي بيحصل بالظبط في النص ساعة دي. بس لما بصت عربيتها ازاز عربيتها متكسر، العربية بتاعتها متطبقة. يعني هو كان خلاص على وشك انه يكسر العربية ويدخل لها، على الرغم ان هي الاول كانت فاكرة ان الكائن ده ما يقدرش يوصل لها. لا، العربية كانت متكسرة، بس هي ما كانتش واخدة بالها من ده في النص الساعة اللي كانت بتحصل ذات نفسها. ما كانتش واخدة بالها ان العربية بالفعل بتتكسر. طبعا هي كانت في عالم تاني. ساعتها كان في زميل ليها اللي هم يعني احنا قلنا 5 شباب، 3 وبنتين. فكان في ولد من ال3 ولاد دول اصلا هو كان ضابط شرطة. فجه في باله بان هو يفحص الدي ان ايه على ازاز العربية. اللي هو جن روح شريرة اكيد مش هيبقى لهم دي ان ايه، فلو لقى دي ان ايه غريب كده الموضوع ايه، في ريحة مش كويسة. فراح بالفعل فحص الدي ان ايه على ازاز العربية وظهر له دي ان ايه بتاع بني ادم، شخص بني ادم. هو طبعا مش معروف مين البني ادم ده، لان هو ملهوش سجل او ملهوش مثلا ملف في اسم الشرطة، ولكن بصمات شخص، بصمات بني ادم. الجن اكيد مش هيبقى ليه دي ان ايه يعني، او ملهوش بصمة يعني. قالك بس بقى الحكاية ابتدت ريحتها تفوح، وراح بعت القوات بتاعته بان هم ييجوا في المكان اللي هو فيه. وكمان قال للبدو او العرب يعني اللي كان موجود في المنطقة بان هو شاكك ان في حاجة مش ولا بد بتحصل في الصحراء. وساعتها قرر بان هو يروح في الاماكن دي تاني داخل الصحراء، ولكن لوحده، بما ان هو ما بيظهرش الكائن ده، ما بيظهرش غير لما شخص يكون لوحده. ولكن طبعا هيحط جهاز تتبع في العربية بتاعته عشان هم يكونوا مراقبين موقعه بالظبط. وبالفعل لما تعمق في الصحراء اكتر بالليل ابتدى يظهر له نفس النور اللي بيظهر. ابتدى ماشي ورا النور ده، والنور ده ايه اخده في حتة بعيدة قوي، وظهر له نفس الكائن اللي قاعد يخبط على الازاز العربية بتاع البنت. بس المرة دي ضابط الشرطة كان فاتح العربية اصلا. فبمجرد ما نزل من العربية لقى قدامه هو، يعني الوهلة الاولى تفتكر ان هو كائن مش بني ادم لان تركيبته غلط، بس لما تركز في ملامحه اكتر تعرف ان هو بني ادم، مش جن، مش روح شرير. الكائن او البني ادم ده راح عمل ايه؟ اول حاجة عملها طبعا ان هو سرق المحفظة وسرق الحاجة اللي كانت موجودة مع ضابط الشرطة. وبعد كده ابتدى ان هو يقرب عليه علشان كان عايز يقتله. طبعا في الوقت ده ضابط الشرطة كان بيمثل ان هو خايف ومرعوب وسايبه يعمل اللي هو عايزه. فبعد ما هو سرقه واخد منه اللي هو عايزه كان جاي عشان يقتله، عن طريق ان هو كان جايب شومة تقيلة قوي وعايز يضربها على دماغه. في نفس اللحظة طبعا البوليس كله ظهر، وعربيات البدو او العرب كلهم ظهروا في المكان ده. فطبعا بقى في ناس كتير قوي، فالراجل او الكائن ده ما بقاش عارف يتصرف ازاي، وراحوا قبضوا. وبعد ما قبضوا عليه اكتشفوا ان هو بني ادم عادي خالص، ولكن ظهره كان منحني وشعره طويل. وطبعا هو كان بيغير في ملامحه في عينه بحيث ان هو يبان ان هو كائن او روح شريرة. وكان هو اللي بيضل طريق الناس اللي بتبقى تايهة في الصحراء علشان ياخدهم في حتة بعيدة يسرقهم
ويقتلهم. وطبعا محدش كان بيدور وراه، او محدش كان بيدور ورا الجثث اللي بتتقتل، لان هم فاكرين ان هم خلاص ماتوا مع الجن او الحكاية الخرافة اللي كانوا مقتنعين بيها دي. فطبعا محدش كان بيدور وراه، ولكن في الحقيقة هو كان راجل مستغل قلة علم الآخرين يعني. بس على الرغم من ان البوليس قبض على الشخص ده، وعلى الرغم من ان البدو او سكان المنطقة عرفوا حاجة زي كده، الا ان هما مازالوا مقتنعين ان مش معنى ان كان في حد في الصحراء بيمثل ان هو ابو الفانوس، ان ابو الفانوس ما يكونش حقيقي. وان هما مقتنعين اقتناع تام ان الصحراء ديت يسكنها ابو الفانوس، وان انت ما ينفعش تمشي فيها لوحدك حتى بعد ما قبضوا على الراجل ده. فانت ايه رأيك في القصة دي؟ تفتكر ان سكان المنطقة عندهم حق؟ هل تفتكر ان ممكن بالفعل في نوع من انواع الجن او نوع من انواع الروح الشريرة على حسب بيسكن الصحراء فعلا زي ما سكان المدينة مقتنعين، ولا ده كان راجل مشرد مش اكتر بيستغل جهل سكان المنطقة؟ انت ايه رأيك؟ ايه بس كده يا جماعة، دي كانت قصة النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم. وطبعا ما تنسوش لو اي حد عنده قصة تأليفه خيالية حقيقية ايا كان يبعتها لي على الانستجرام. وهي ما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام هنا على الانستجرام وعلى التيك توك يعني لو حابين. ما تنسوش تفعلوا الجرس هنا على اليوتيوب عشان ما انسى قصة جديدة توصلكم. بس كده، باي باي.